انت عارف العشق عامل ازاي؟ بتكون مفتون باللي بتحبه، بتبدأ تراقب حركاته، تكون عارف بيشرب ازاي، بياكل ازاي، بيحب ايه وبيكره ايه، بيمشي من اي شارع، بيكلم مين، بيضحك امتى، وايه اللي بيخليه ينفعل. انت بتكون زي ظله بالظبط. عارف الاحساس ده؟ ايه رأيك فيه؟ بصراحة احساس مش مريح خالص. انا معاك فعلا، معاك حق، ده بيكون مرض. ولا العاشق ولا المعشوق بيكون مستريح خالص ولا عارف يعيش حياته. بس في استثناء واحد للقاعدة دي، في واحد بس لو عشقته هترتاح جدا في حياتك، وهو مش هيزعل منك، بالعكس ده هيفرح بيك جدا. عارف ده مين؟ ايوه، هو اللي جه في بالك بالظبط، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عارف مين بقى اللي كان عايش بجد، اللي كان بيشوف الرسول عليه السلام بيعمل ايه ويعمل زيه بالظبط؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عمر مثال قوي جدا لاتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف ان سيدنا عبد الله كان بيشوف الرسول بيمشي من اي طريق ويمشي زيه بالظبط، ولما يسالوه انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم لعلي اضع القدم على القدم فاؤجر يوم القيامه. شفت منتهى الالتزام بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام واتباع الرسول بالظبط زي ما كان بيعمل. ده كان مكرس حياته كلها للنبي. ولد سيدنا عبد الله بن عمر في السنة الثالثة للبعثة. أمه هي سيدة زينب بنت مظعون، أخت سيدنا عثمان بن مسعود، وأخت سيدنا عبد الله هي السيدة حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم سيدنا عبد الله مع أبوه سيدنا عمر بن الخطاب وهو لسه طفل صغير في السنة الخامسة للبعثة، وهاجر للمدينة مع أبوه وأمه. وفي غزوة بدر كان عاوز يحارب مع المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجعه تاني عشان كان لسه صغير، وكمان عمل كده في أحد. لكن في غزوة الخندق سمح ليه الرسول عليه السلام إن هو يشارك، وهو ساعتها كان عنده 15 سنة، وشهد مع الرسول عليه السلام غزوات كتير ومعارك كتير لحد وفاة النبي. وبعد كده شارك في كل فتوحات المسلمين تقريبا، فتح الشام والعراق ومصر. وفي وقت الفتنة عند سيدنا عثمان بن عفان رفع سيفه وحارب عن سيدنا عثمان، لكن لما سيدنا عثمان لما قتل اعتزل الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. حتى ان وقت الخلاف ده سيدنا ابو موسى الاشعري عرض على سيدنا عبد الله بن عمر الخلافة نفسها، هو رفض وقال لا، انا موجود عشان احافظ على دماء المسلمين وحقنا للدماء. فرفض الموضوع تماما وساب الموضوع للمسلمين واعتزل تماما الفتنه، رغم انه كان جدير بالخلافه وكان ممكن المسلمين يتفقوا عليه، لكن هو ما كانش حابب الدم بين المسلمين مهما كان، وان هو يكون السبب في كده. ولما جه سيدنا عبد الله بن الزبير واعلن نفسه خليفه المسلمين، رفض ان هو يبايعه حقنا لدماء المسلمين رغم الطغيان اللي كان فيه بني اميه. ولحد ما تم الامر لعبد الملك بن مروان وقتل الحجاج عبد الله بن الزبير. ساعتها الحجاج خطف المسلمين في المدينه وقال ان عبد الله بن الزبير كان عاوز يحرف المصحف. ساعتها أمله عبد الله بن عمر وقال له كذبت كذبت، لا والله لا يستطيع، لا هو ولا أنت، يعني ما حدش يقدر يحرف المصحف مهما كان، وأنت كذاب يا حجاج. ساعتها الحجاج لما شافه استشهد غضبا وزعل جدا، أنت إزاي تراجع ورايا؟ كان إنسان فظيع، وسلط عليه حد إن هو يجيب رمح مسموم ويطعن بيه سيدنا عبد الله بن عمر في رجله، وفعلا عمل كده. وسيدنا عبد الله بن عمر قعد شهر كامل تعبان لحد ما توفي سنة 73 هجرية. والأدهى من كده إن الحجاج بن يوسف نفسه صلى عليه الجنازة، فيه الخير والله. مات عبد الله بن عمر سنة 73 هجرية. حياة سيدنا عبد الله بن عمر كانت حياة كلها زهد وعبادة وعلم وورع وتقى. الراجل حرفيا ما كانش عاوز حاجة من الدنيا، كان كل ما يسمع آية وحديث يروح يجري يطبقها على طول. هقول لكم على شوية مواقف من حياته تبين لك قد إيه إن الراجل ده كان في دنيا تانية خالص. سمع الرسول مرة وهو بيقول لازم كل واحد يكتب وصيته، فراح روح على طول كتب وصيته. صحيح، بذكرك وبذكر نفسي ان احنا لازم كل واحد فينا يكتب وصيته. لازم تكتب وصيتك من دلوقتي. الوصيه دي مهمه جدا للمسلم، وعادي ممكن تغيرها كل شويه. لو حصل لك اي تغيرات في حياتك غيرها، مش مشكله، المهم تكتبها. سيدنا عبد الله بن عمر لو فاتوا صلاه العشاء في مره يقعد طول الليل يقيمه بس عشان خاطر يعوض ثواب الجماعه اللي راح منه. شايف يا اللي مقصر في الصلاه؟ كان بيحب يخرج للسوق باستمرار. عارف ليه؟ مش عشان خاطر يبيع ولا يشتري، لا، ده عشان خاطر يسلم على الناس. وكان بيسلم على الناس ليه؟ عشان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام افشوا السلام بينكم. مره كان نفسه في سمك، فحد جاب له سمكه وشواها وكانت ريحتها ايه ما اقولكش. فواحد معدي عليه قال له ايه، الله حلوه السمكه دي، فراح مديها له بمنتهى صفاء النفس. عارفين هو عمل كده ليه؟ لانه سمع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لدرجه ان هو كان بيقول لو في حاجه حبيتها فعلا بطلعها لله. مره كان عنده جاريه وحبها فاعتقها لله. مره جاب ناقه والناقه دي عجبته جدا وكان فرحان بيه وراح مطلعها لله. سيدنا عبد الله كان عنده عبد ليه كان اسمه نافع، وكان بيقال نافع ده مولى ابن عمر. وكان نافع ده مشهور جدا بين الصحابه لانه كان من رواه الحديث وروى احاديث كتير عن ابن عمر. فمره عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال لسيدنا عبد الله بن عمر ما تديني نافع ده وخد 100,000 دينار. شفت تقدير الصحابه لصاحب العلم؟ هو عشان خاطر ياخد الراجل صاحب العلم ده ممكن يدفع 100,000 دينار ذهبي. شفت الرقم ده يجيب له شاليه في الساحل. بس هو كان بيقول لمين؟ ده كان بيقول لسيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر رد عليه وقال له بقول لك ايه، انا عندي بيعه احسن من البيعه بتاعتك دي. قال له ازاي يعني؟ قال له انا هعتقه لله. هو فعلا
اعتق نافع. سيدنا عبد الله لما كان بياكل لحمه ما كانش بياكل لوحده، كان لازم يدور على يتيم وياكل معاه. هقول لك موقف يقول لك ان قد ايه الراجل ده مش زي اي حد. مره جاله 10000 دينار، تاني يوم الصبح لقوه بيعدي على واحد وبيقول له ما معكش دينار سلف علشان بس اوكل البغله بتاعتي. فالناس استغربوا ازاي يعني؟ اتاريه طلع ل 10000 دينار كلهم في ليله واحده لله، ما باتوش في بيته ليله واحده. كان بيقول ما شبعت ما اني اسلمت، يعني عمره ما ملا بطنه من ساعه ما اسلم، دايما بيقوم جعان. ليه؟ عشان وصيه النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن ادم لقيمات يقومن صلبه. الراجل ده كان ماشي في الدنيا يشوف الرسول بيعمل ايه او عاوز ايه ويعمل زيه. اقول لك بقى موقف يقول لك قد ايه الراجل ده كان زاهد في الدنيا خالص. مره جاله الخادم بتاعه وهو بيجري بيقول له الحق يا سيدي البهايم بتاعتك اتسرقت، استعوض ربنا فيها. فسيدنا عبد الله قال له وانت كنت فين ساعتها؟ قال له انا اتخطفت معاهم بس عرفت اهرب من الناس. قال له طب ايه اللي رجعك تاني؟ انت كنت ممكن تهرب خالص. قال له لا يا سيدي انا ما اقدرش ابعد عنك، وانا افضل ان اكون موجود جنبك على حريتي نفسها. فقال له الله. قال له يعني بتتكلم بجد؟ تحلف يعني؟ قال له والله يا سيدي. فسيدنا عبد الله بن عمر اعتقه لوجه الله واستعوض ربنا في البهايم بتاعته. تخيل حب الخادم ليه كان عامل ازاي؟ وازاي ابن عمر ما كانش فارق معاه حاجه، والموقف ما خلصش لحد هنا. ده بعد كام يوم جاله حد وقال له الحق يا ابن عمر انا شفت البهايم بتاعتك في السوق. قال له طب يلا بينا نروح يمكن نلحق منهم اي حاجه نرجعها. فهو ماشي معاه في نص الطريق كده قال له لا يلا نرجع. قال له ليه يعني؟ قال له بص انا استعوضتها لله وحلال على اللي خدها وانا مش هرجع في كلامي. شفت يعني بتصدق على الحراميه. مره كان ماشي لقى حد كان بيرعى غنم، فقال له ايه ما تديني شاي كده اكلها. فالراجل قال له والله مش ملكي، ده انا شغال عليها. فسيدنا عبد الله بن عمر حب يختبره وقال له بقول لك ايه ما تجيب واحده ناكلها وبقول لصاحبها ان دي بكلها. فقال له انا هقول كده لصاحب الشاه واقول ايه لربنا يوم القيامه. سيدنا عبد الله بن عمر اعجب جدا بيه، فراح دور على الراجل اللي هو صاحب الغنم ده واعتق الراجل ده لله. يقال ان سيدنا عبد الله بن عمر اعتق اكتر من 1000 انسان في حياته، كان دايما في رمضان بيقيم الليل. مره حد سال صاحبه قال له هو ابن عمر ده بيعمل زياده عننا ايه يعني؟ قال له لا ابدا، هو بيتوضا عند كل صلاه وبين كل صلاه ووضوء بيقرا القران، يعني مقضي حياته عباره عن صلاه وقراءه قران بس. وانت اخبارك ايه مع القران؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول عنه انه هو ازهد الناس، كان اشبه اولاد سيدنا عمر بسيدنا عمر، كان بيقال انه اشبه ولد عمر بعمر. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيحب النبي حب شديد ومواقفه مع الرسول كتيره جدا، وكان من المكثرين في الفتوى والحديث من كتر حبه في العلم. كان الناس كلها لما تعوز تعرف حاجه كانت بتستنى فتوى ابن عمر بالذات. لكن اقول لك ان كان ليه موقف وهو صغير مع الرسول عليه الصلاه والسلام. مره الرسول كان قاعد وسط الصحابه وقال لهم من منكم دخل الجنه؟ فطلع سيدنا عبد الله بن عمر وقال له انا يا رسول الله. فسيدنا عمر ساعتها حط ايده على دماغه وقال يا لهوي كسفتني. وجه الرسول قال من اكل من ثمار الجنه؟ فسيدنا عبد الله بن عمر قام وقال انا يا رسول الله. فالصحابه كلهم استغربوا، فضحك الرسول عليه السلام وقال لعبد الله قول لهم يا عبد الله. فسيدنا عبد الله بن عمر قال لهم مش الرسول طلع في المعراج ودخل الجنه واكل من ثمار الجنه؟ واي حاجه يعملها الرسول او يشوفها فاحنا كمسلمين يبقى شفناها وعملناها. شفت منتهى الالتصاق بالنبي عليه الصلاه والسلام. كان عنده علم وبصيره، ده كان ساعات بيعدل على ابوه نفسه، حتى ان بعض المصادر بتقول ان هو اسلم قبل ابوه. وكان سيدنا عمر لما كان بيفتكر الموقف ده كان بيتغاظ وكان ممكن يزقه كده علشان هو سبقه للاسلام. لما مات ابن عمر قيل انه كان افضل انسان على وجه الارض، من اواخر الصحابه اللي ماتوا، ما مات سنه 73 هجريه. حتى ان احد الصالحين قال والله لو شهدت لاحد انه من اهل الجنه لشهدت لعبد الله بن عمر. فرحم الله عبد الله بن عمر الرجل الزاهد المجاهد العالم، ورضي الله عنه وعن اباه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كده خلصت. سلام عليكم.